جايه لكم بعد غيبه بقالي اكتر من اسبوعين ما نزلتلكوش فيديوهات. بس غصب عني انا تعبانه جدا واخده دور برد مش راضي يروح مني خالص. ما بقدرش ان انا اقوم من على السرير ولا اقدر اعمل اي حاجه. يعني كان ممكن كده كل 3 4 ايام او مطبخ، يعني احنا الفتره اللي فاتت على طول بنطلب من بره اكل، مش بعمل اكل في البيت. كل ما بلاقي نفسي كده كويسه فبقوم ان انا اعمل غدا وكده، فبصور معاكم برضو. بس ما كنتش قادره ان انا منتج الفيديو ولا ان انا يعني اعمل صوت على الفيديو كده. فالنهارده كده لقيت نفسي كويسه الحمد لله. فقمت بقى كده، المطبخ زي ما انتم شايفين كان مليان مواعين كتير جدا جدا جدا. يعني هنا مش كانت كلها في الحوض، كانت على الرخامه وكده، فانا كنت باخد منها الرخامه وابدا ان انا اغسل المواعين. قلت هعمل برضو اكله سريعه. هعمل النهارده كبسه بلحمه، كبسه لحمه. وبس هوريك برضو طريقتي فيها وكده. وجبت شويه مشتريات كده من السوبر ماركت، لان انا اصلا البيت عندي فاضي، عايزه انزل اجيب شويه حاجات بس مش قادره ان انا انزل برضو خالص. وجوزي طول اليوم في الشغل بيجي متأخر بالليل، فبرضه مش عارف ياخد اجازات الفترة دي. فمستنيه ان انا اشد حيلي بس كده شوية وانزل اجيب الحاجات اللي ناقصاني في البيت. فحبيت بقى ان انا وقلت ان التلاجة كمان متبهدلة كده وعايزة تتنضف وكده، فهنضف شوية حاجات معاكم، يعني هنضف معاكم الجزء اللي فوق بتاع التلاجة. الفريزر بقى في يوم تاني. وكمان لما انزل اجيب شوية حاجات برضه في الفريزر، الفريزر خلاص يعني بيفضى. وكده كده عشان رمضان داخل كمان، كل سنة وانتم طيبين. فعايزة انزل اجيب شوية حاجات برضو رمضان في الفريزر، وحاجات برضو في التلاجة، وشوية مكسرات. يعني عايزة خزين، البيت فاضي 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 فاضي، يعني حاجات خلاص يعني اسبوع كمان وهلاقي ان يعني المطبخ ده كله والتلاجة فاضيين ما فيهمش اي حاجة. بس حبيت ابدا معاكم بقى الفيديو كده بغسالة مواعين. وهنا كنت مطلعه كيس لحمه يفك، فلقيت برضو الكميه اللي فيه كتيره. وانا هطبخ يعني اكله النهارده تقضيني انا وجوزي، بس انا بطبخ اليوم بيومه. يعني لو الاكل فاضي تاني يوم تمام مفيش مشكله بناكله تاني يوم. ما فاتش خلاص، بس انا بحب ان انا اعمل اليوم بيومه. فقلت ان انا هاخد كميه كده تقضينا النهارده، ولو فاض منها لبكره عادي مش مشكله. كده كده احنا اكلتنا ضعيفه يعني. وعايزه اقول لكم ان انا عملت الكبسه دي كلنا منها يومين، يعني امبارح والنهارده. بس يعني انا صورت لكم الفيديو ده امبارح، وبمنتج لكم النهارده تاني يوم، وقلت ان انا همنتجه النهارده وهنزله في نفس اليوم. بس فاخدت الكميه دي وبقيت الكميه شلتها بقى كده في كيس وحطيته في الفريزر. بس قلت انضف بقى مكاني كده. وهبدأ أعمل الغدا. أنا بعملها هنا، بصوا هي مش عارفة هي كبسة ولا مش كبسة، هي دي طريقتي فيها، أنا بسميها كبسة فأنا مش عارفة. بس هي طعمها حلو وإحنا بنحبها بالطريقة دي. فهوريكم برضو طريقتي فيها، هي سريعة وحلوة وطعمها جميل. ف يعني لو عجبتكم جربوها وهتعجبكم. ولو جربتوها اكتبوا لي في الكومنتات ان انتوا جربتوها وقولوا لي عجبتكم ولا لا. بس فجبت هنا كده 3 بصلات كده صغنطاطين. البصل ما كانش عندي بصل برضو كبيرة، كنت بحطها هنا، يعني بحط هنا بصلاية كده حلوة، بس برضو البصل دي اواخر البصل اللي عندي زي ما قلت لكم. عايزة انزل اجيب كل حاجة، خضار بقى، لحوم، فراخ، جبن، الكلام ده كله. يعني الحاجة الوحيدة اللي عندي منها يعني برضو مش هتقعد معايا كتير لان عامل سمبوسك. فالجبنة هتروح عليها، ان انا بعملها بحب ان انا اعملها بالجبنة كده، فعندي علبتين جبنة وعندي طبقين جبنة رومي. يعني هي دي يعتبر الحاجة الكتير اللي هي ممكن تقعد معايا اسبوع اسبوعين كمان يعني. بس انا قطعت البصل حطيته في الكبه. وكمان جبت طماطميتين كده قطعتهم وببدا ان انا اضربهم في الكبه كده زي ما انتم شايفين. عارفه ان في كومنتات كتيره جات لي الفتره اللي فاتت، بس والله انا تعبانه بمسك التليفون كل فين وفين برد على كومنتات، وفي كومنتات لسه ما ردتش عليها. بتجيلي عن الحاله النيوفلام. الحاله النيوفلام انا كنت جايباها بالقطع، في ناس كتير بتسالني جايباها بالقطع منين. بصوا هتلاقيها في التوحيد والنور، وهتلاقوها في كارفور، وهتلاقوها في تيوليب. تمام، انا كنت جايبه من تيوليب اللي هو الفرع المعادي. فاي فرع هتلاقوا فيه. وممكن تسالوا بالتليفون قبل ما تروحوا. وفي كارفور كنت بشوفها برضو، كنت جايبه منه كام حله برضو. بس وكل ما بروح كارفور اشتري حاجه ولا حاجه بلاقي الحلل دي موجوده هناك. فهتلاقوها في اماكن كتير. و ايه تاني هقول لكم، في هوم سنتر برضو شفتها هناك، النيو فلام والبدريني. هتلاقوها هناك بالقطعة موجودة. ما شفتش السيراميك بصراحة، أنا كنت هناك قريب شفت اللي هو الجرانيت، فلو بتسألوا على الجرانيت النيو فلام هتلاقوه هناك. بس المساك كلها متاحة هناك، والتصاد برضو والجريلات والطواجن.
بس هنا بقى عشان بصوا الاول خلينا هنا في الوصفه. هنا حطيت والله أنا نسيت، زيت على سمنه. تمام. وحطيت البصل والطماطم اللي انا ضربتهم في الكبه، وحطيت قرن فلفل كده. بغسله كويس وبشقه كده بالسكينه علشان يعني الرز يبقى مشطشط وبرده مش مشطشط قوي. فاهمين حاجه ولا مش فاهمين؟ بس حطيت بصل باودر وتوم باودر، وحطيت بهارات الكبسة، وحطيت كبابة صيني، وحطيت ليمونة اللي هي المجفف ده، وحطيت عود قرفة، وحطيت ورق لورا، وحطيت فلفل اسود وسبع بهارات، وحطيت كمان بابريكا مدخنة. وكان حطيت كمان قرفة مطحونة ناعمة، سنة كده بسيطة. ايه تاني؟ ما حطيتش حاجة تاني. بس بهارات الكبسة انا قلت لكم عليها. بصوا انا كده كده برضو هكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. تمام. يبقى ملح وفلفل اسود وسبع بهارات وبهارات كبسة وبابريكا مدخنة وتوم باودر وبصل باودر، وكاري وكركم. تمام. وقرفة ناعمة سنة بسيطة لان انا بحط عود قرفة كمان، والليمون اللي هو المجفف ده، وورق لورا وكبابة صيني. بس كده، ما حطيتش حاجة تاني. بس بعد بقى كده ما وشوحت اللحمة فيها. تمام. بعد اللحمة بقى كده ما اتشوحت معلش انا مش مركزة بصراحة. بصوا اللحمة بعد ما اتشوحت، نزلت عليها بمية سخنة كده غليها في الكاتل. وبعد ما بلاقي خلاص اللحمة داخلة في سوا، تمام، بنزل بقى بالرز. انا عملت هنا كوباية رز واحدة على قد انا وجوزي. وزي ما قلت لكم ان هو فاضت، لان بص الرز يعني كوباية واحدة، بص عمل كمية قد ايه. بس وسبتها بقى كده ايه لحد ما الرز ما استوى، بعد كده قفلت عليها. هنا بقى كنت جبت المعلقه الاسباتولا وبجمع بقى كده الرز علشان ابدا ان انا افضيه في الطبق. عايزه اقول لكم انا طبخت هنا قدامكم النهارده في الحله الستانلس، علشان في ناس كتير كتبت لي الرز بيلزق فيها، الاكل بيلزق فيها. لا يا جماعه، ان انا برضو مش بعلي النار قوي، ببقى حريصه مع استخدام الستانلس. اي نوع ستانلس بيلزق الاكل. تمام. لو عليت النار عليه، لكن لو عملتيه على نار هاديه وخليتي بالك من الاكل، فالاكل مش هيلزق. انا هنا اهو كنت بوريك شكل الحله زي ما انتم شايفين. اللي في القعر ده كمان دي البهارات اللي انا شوحتها في الاول مع البصل. ده مش رز، دي البهارات اللي انا شوحتها. بس هنا بقى كنت شلت الليمونه مجففة من الرز وورق اللورا، عشان جوزي ما بيحبش ولا ورق اللورا ولا الليمون ولا الكابوس الصيني، بيحب يشوفهم في الأكل. يعني على طول بقى عاملة رز بالمكسرات والخلطة والكلام ده كله أو الكبسة. بحب إن أنا أشيل ورق اللورا والليمون والكباب الصيني والكلام ده كله من الرز. ويجي يقول لي أنت عملتي حطيتي حاجة في الرز، أقول له لا ما حطيتش أي حاجة غير الفلفل الأسود والسبع بهارات. بس هنا خلاص كنت خلصت الأكل وغرفته واتغدينا والحمد لله. هنا كان عندي البيت ده كان فاكرين لما كنت جايبة مشتريات الكرتونتين البيض البلدي والبيض الأحمر. فبصراحة كنت مكسلة خالص أنا عشانه في التلاجة، وكده كده احنا الجو ساقع فعادي مش هيبوظ لما بيتحط على الرخامة بره. فحبيت ان انا احطهم بقى كده في التلاجة. ده اللي كان متبقي من الكرتونتين، فشلتهم بقى كده وحطيتهم في المنظم اللي هو بتاع البيت ده، او الرف فوق كده زي ما انتم شايفين. وقلت انضف بقى بقية الأرفف بتاعة التلاجة، ما كانتش نضيفة خالص 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 بقالي فترة، والتلاجة كلها مكركبة. كنت جايبة بقى لبن بخير وشوية حاجات اللي كنت مصوراها معاكم في فيديوهات فاتت. فبرضو كنت حاطة اللبن بره، بس قلت لأ، احطه احسن في التلاجة عشان ما يبص ان الفترة دي انا مش بعمل اكل كتير زي ما قلت لكم. فاللبن كنت حاطاه بره عادي لان بحتاجه في البشاميل في الجلاش والكلام ده كله. فعلى طول كنت بحتاج لبن وبعمل كيك وكده، فاللبن على طول كان بيخلص فمش بيلحق يبوظ، والجو ساقع زي ما انتم عارفين. بس فحطيت بقى هنا كده اول رف ده كده نضفته، وحطيت بطرمانات الصلصه. والرف التاني ده بقى قلت احط فيه العسل والمربات اللي عندي. كان عندي هنا مربى فراوله ومربى بلح برضو. فقلت ايه، بصوا بقى منها كنت قلت انضف يعني التلاجة وانظمها، ومنها اشوف اللي ناقصني وببدا ان انا اكتب بقى كده في ورقه الحاجات اللي ناقصاني عشان لما انزل السوبر ماركت اجيب كل اللي ناقصني. لان انا برضو حتى لما بطلب بالتليفون بطلب الحاجات اللي هي المؤقته، مش بعرف يعني اعمل شوبينج كده يعني طلبات البيت كلها بالتليفون طبعا. بحب ان انا انزل واتسوق كده بنفسي واجيب ايه الحاجات اللي انا محتاجاها. بس دول علبتين الجبنه دي بالبسطرمه. عايزه اقول لكم ان هي حلوه قوي، بحبها، بعمل بيها السمبوسه وكده. فطعمها خطير بجد، اللي مجربهاش فايته كتير. بس وانا ده الكركديه اللي كنت عاملاه. وانا حطيت بقى كاس اللبن، كان عندي اخر 4 اكياس.
فقلت برضو لما انزل ابقى اجيب كرتونة لبن جهينة. لبن الجهينة ده بعمل بيه شاي بلبن، الكابتشينو، النسكافيه كده. لكن البخير ده بعمل بيه الجلاش، اي حاجة، الكيكة، يعني اي حاجة بتحتاج لبن في الطبخ بمعنى اصح. بس هنا بقى الدرج ده بتاع الجبن وكده، مش عارفة ايه اللي حط فيه الفاكهة دي، والفاكهة دي كمان لقيتها دبلانة. فقلت الدبلان منها هرميه، والكويس ايه هحطه تاني، بس هحطه هنا في الرف اللي فوق اللي هو مع الخضار. بس انا كان عندي شوية شوكليت، جبت البونبونيرة كده، بدأت ان انا احط فيها الشوكليت. وجبت الفوطة بقى بتاعتي بقى كده، بدأت ان انا ايه انضف الدرج. طبعا سألتوني عن التلاجة بتاعتي. التلاجة بتاعتي دي بيكو كومبي، اللي هي الفريزر بتاعها من تحت. آه، عايزة اقول لكم ان انا هعمل لكم فيديو عليها بالتفصيل، واصورها لكم حتة حتة فيها اليومين الجايين دول ان شاء الله، ان شاء الله يعني باذن الله يعني قبل رمضان. تمام، هفضيها خالص عشان برضو عايزة انضفها. وهصورها لكم، هصور لكم كل حاجة فيها، واقول لكم مميزاتها، واقول لكم كل حاجة وسعرها وكل حاجة يعني. بس هنا بقى نضفت خلاص الرف، وبدأت ان انا احط فيه الجبن. حطيت فيه، كان عندي هنا جبنة، العلبة دي بتاعت زهران، بحط فيها الجبنة البيضة. وبحط فيها برضو الجبن الرومي، اللانشون، الكلام ده كله. بس انا كنت مكسله بصراحه ان انا افضي الكلام ده. فحطيت الجبنه الرومي زي ما هي كده، وجيت احط الحلاوه قلت لا، احط احسن فوق على الرف. وهنا كان عندي المش التركي ده، اللي في العلبه ده، حطيته برضو. وعندي جبنه قريش، كنت جايبه امبارح جبنه قريش، فاحط برضو العلبه معاها تحت. عايزه اقول لكم ان الدرج ده بيحافظ على الجبنه اطول فتره ممكنه. والرف اللي فوق ده بتاع الخضار والفاكهه، عايزه اقول لكم الفاكهه والخضار عندي بيقعدوا فتره كبيره جدا جدا جدا. بس هنا طلعت الفراوله دي عشان كنت عايزه اقطع الفراوله مع الموز وكده، علشان ناكلهم بعد الغدا. بحب ان انا اقطع الفراوله والموز واحط عليهم شويه ميه وشويه سكر بقى كده في التلاجة. عايزه اقول لك ان هي بتبقى احلى في الصيف، بس انا اليومين دول طالبه معايا ان انا اكلها، مش عارفه ليه. بس هنا بقى طلبت من السوبر ماركت، جبت عيش توست وجبت عيش تورتيلا. ما كانش عندي عيش فينو خالص ولا توست ولا اي حاجه. فبرضو السوبر ماركت هنا عندي مش بيبيع فينو، فجبت التوست بينفعني برضو لما بيكونش عندي فينو. بس وجبت علبة لبن هنا لامور، عشان كنت عايزة اعمل شاي بلبن. فمش بحب ان انا اشربه بالبخيرو. كنت بحبه بس الفترة دي مش عارفة ليه مش حباه. بس وجبت طبق اللانشون ده، وجبت طبق الجبنة، علبة الجبنة اللي هي من مزارع دينا دي. عايزة اقول لكم طعمها تحفة تحفة تحفة. بس وجبت الطعمية دي، كنت عايزة اكل طعمية الصبح على الفطار، عندي فول بس ما عنديش طعمية. ومحدش طبعا هيجيب لي طعمية، وجوزي الصبح بينزل الشغل بدري. فجبت الطعمية الجاهزة دي حلوة، وفي منها اللي هي العادية دي، وفي منها اللي هي بالحمص. عايزة اقول لكم ان اللي بالحمص دي طعمها فظيع فظيع.